الواحد اللي اتخذل كتير جوه تاني، زي ما بقول احنا كان دلوقتي على الشباب اللي اتربوا في دور ايتام بسبب مقدمين الرعايه اللي اتغيروا كتير في حياته، او مثلا بقول كفلاء او متطوعين اللي كانوا مثلا بيوعدوا وعود كتير وللاسف ما كانتش بتتحقق. لما بيجي يخرج دلوقتي خلاص زي ما قلت كان بقى خلاص قرر ان هو يعتمد على نفسه او whatever يعني، وحصل له خذلان كتير. ازاي يقدر يسترجع تاني موضوع انه يبتدي يثق في الناس اللي حواليه؟ يعني السؤال ده مهم جدا وكويس جدا، بس انا عايز ما اتكلمش عليه ان هو في موضوع بس دور الايتام وفي السند. هو سؤال اكبر من كده بكتير، وهو ان انا بيبقى عندي توقعات معينة من شخص واللي بيجيلي مش هو اللي انا متوقع. هو ده يعني ببساطة اللي انت قلته عن ان انا مثلا طفل او شاب في الدار وعندي توقعات من المشرف، والتوقعات دي ما بتتحققش. يا اما المشرف بيمشي، انا فاكر ان المشرف هيقعد معايا المدة كلها، بيمشي لظروف تانية. يا اما المشرف بيعمل حاجة بتضايقني او ما بيعملش حاجة كنت عايزه يعملها. يعني هي كلها expectations versus reality كلها.